الفلاح الذي أنقذ الحسن الثاني من الموت. والمانع يعطي السواق الحسن الثاني كل المغرب مشى لا غبار عليه، لقتناه ودار الله تاويل الخير. القباج اعتق الحسن الثاني في السماء، وعمر فاق اعتق الحسن الثاني في الارض في انقلاب الصخيرات سنه 1972، وتسلم رخصه VIP يدخل القصر وقت ما بغى. عمر فائق اللي كان جالس مع بنته في الغابه اللي قريبه للمطار في هذه الوقيته بالضبط، كان الحسن الثاني كيتعرض للانقلاب من 6 طائرات من نوع F5 كيطيروا في الطياره بصواريخ ورشاشات. بكثره الضرب شعلت العافيه في الطياره، وغير محرك واحد اللي بقى خدام. لولا حرفية ربان الطائرة كون الطيارة تفرقعت في السماء قبل ما تنزل الارض. مقرن في واحدة من هاد الطيارات فرحان وكيضحك وكيقول الافكار اللي كاين في الارض، ضربتها هذه الاخرى ليك الحسن. في هاد الوقيته عمر فاق بانت ليه طيارة في السماء وشعلة فيها العافية وهابطة للمطار. غير نزل الحسن الثاني ولقى الموكب كيتسنى فيه، قال لهم سبقوني للقصر، وهو دخل بوحدو للغابه وعلى رجليه، حيت كان عارف باللي الطائرات المقاتلات غادي يتبعوا الموكب وغادي يدمروه، وداك الشيء اللي كان، وكاع اللي كانوا في الموكب ماتوا ديك الساعه. عمر بان ليه راجل جاي من وسط الغابه، جاي قدامه وجاي ليه نيشان حالته حاله وشعره واقف. غير قرب ليه وعرفوا عمر وقال ليه الله يبارك في عمر سيدي. طلب منه الحسن الثاني السوارد ديال الطوموبيل اللي كانت من نوع سيجما، وقال ليه الحسن الثاني ما تبقاش تدور هنا انت وبنتك. دار واحد الدوره فاسحه ما كيتعرفتوش لا فار ولا نزل، زيد عيني هكا ولا لقاو فقير حاصن فين وكيسب الكلاب. الله يلعن باباكم وراه في الصورات ما قتلتوه ما قتلتوا الكلب. اش من فايده عندكم؟ كيسب لقيا. غير دازت شي ايامات وجاو البوليس لدار عمر وداوه للقصر، وديك الساعه مرتو داوها للسبيطار بالخلعه على راجلها، حاجه طبيعيه. صافي قلت لها غير ما تمشيش ما فيها مسامحه. ولكن المشكل انها كانت حامله وطاح الجليل اللي في كرشها. من وصل عمر عند الملك قال ليه الحسن الثاني طلب شنو بغيتي، قال لي عمر رضاك سيدنا. اعطاه الحسن الثاني شي فلوس يدير بهم شي مشروع، واكثر من هذا اعطاه رخصه VIP يجي للقصر وقت ما بغى، واعطاه السوارد ديال الطوموبيل سيجما السياره التي انقذت الملك. ومن بعد 3 شهور على هذه الواقعه ماتت زوجة عمر، وهذا الشيء بسبب الاجهاض وبسبب تاثرها بولدها وخوفها على رجلها. هذا الشيء اللي خلى عمر يرجع للعروبيه ويكمل ما بقى بحياته فيها. ملي عطاني الحسن الثاني الله يرحمه شي بركه مشيت للبلاد، صلحت ديك الدار ديال الوالدين. ملي صلحتها رجعت لهنا ديت معايا ولادي. سؤال الحلقه، الا بغيتوني ندير لكم فيديوهات على الحسن الثاني ولا حياه الحسن الثاني ولا طرائف الحسن الثاني، خلوا لي في التعليقات ونديروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. الله يرحم الحسن الثاني في هذا النهار ويجدد عليه الرحمات، قولوا امين. ما تنسوش لايك، اشترك في القناه وضغطي على ذاك الجرس، وحاولوا تبارطاجي الفيديو ماكسيموم مع اصحابكم واتساب فيسبوك انستغرام. كان معكم خوكم عادل الشرقاوي، تلقاو ان شاء الله السيمانه الجايه فيديو جديد موضوع جديد. تهلاو لي في راسكم.